هذه رسالة موجهة مني من قلبي ومن عقلي إلى المتظاهرين في البحرين في ساحة اللؤلؤة بالذات. اسمحوا لي أن أنقل لكم بعض ما أراه وليس مقبولا عندي. أولا دعيتم للحوار فتلكأتم وترددتم في قبول الحوار، وهذه مسألة ليست صحيحة بل مرفوضة. من مد يده لك بالسلام تمد يدك له بالسلام، ومن يد الحوار. ما الحل؟ أن نقتل بعضنا؟ ما عندنا خيار سوى الحوار، ما في خيار آخر. ما عندنا خيار سوى الحوار، ما في خيار آخر. لا تصدقوه، ابقوا وثوروا، ابقوا وثوروا حتى يسقط هذا. رأيت تعطيل للتعليم وتعطيل للصحة. كيف يتم هذا؟ كيف؟ هذا هو الاستفزاز الذي يحرك الناس فيجعلهم في خوف ويجعلهم في شك ويحرك الأمن ضدكم وغيره. كيف تقبلوا أن تتعطل البلد؟ كيف تقبلوا أن تتعطل البلد؟ هذه بلدكم في النهاية. ماذا تريدون من الناس أن يفكروا؟ ماذا تريدون ماذا تتوقعوا منهم؟ هذا ما عادت مطالبات سلمية بحقوق، وإنما صارت مسألة يعني تخريب. حي الشباب الذين خرجوا من جامعة صنعاء للمظاهرات وللثورة، ابقوا في أماكنكم ولينضم إليكم كل الناس واملأوا الساحات وعطلوا البلد.